عايزة تعملي كبدة برده ومش قادرة تشتريها من بره علشان مش ضامنة نضافتها ولا هي المكان موثوق ولا لأ؟ تعالى اقولك هنعملها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا معايا نص كيلو من الكبدة، كبدة شرايح. بتقول للجزار انا عاوزاها شرايح عشان خاطر هعملها بالرده. هفصصها كده من بعضيها عشان طبعا بتبقى لازقة. فيها حوش بقى كده كل شريحة لوحديها، وهنزل عليها باللبن، شوية من اللبن كده حوالي نص كوباية، واسيبها نص ساعة تاخد الزفارة كلها بتاعة الكبدة والسموم. انا مش عارفة بصراحة يا موضوع السموم ده ايه، بس بصراحة هي حلوة قوي قوي، ما بتخليش للكبدة ليها اي ريحة ولا اي حاجة. هسيبها كده حوالي نص ساعة وهرجع لها تاني. هحوش بقى هنا الخط اللي هو بيبقى لازق عليها، او الطبقة الرقيقة او اللي بتبقى لازقة عليها ديت هحوشها عشان بتبقى رخمة قوي في الاكل، بتضايق الواحد وهو بياكل. والابيض اللي على الكبده دوت ده اللبن، علشان خاطر الكبده كانت ساقعه قوي فاللبن تلج عليها. هحوشها كده بقى ونخش على التتبيله. معايا معلقه ونص كبيره من البهارات الكبده، بتجيبي كده من عند العطار معلقه ونص كبيره من بهارات الكبده، ومعايا توم مفروم، ومعايا البصل بودر والثوم البودر معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وبرده معايا نص معلقه من الفلفل الاسود. وهعصر الليمون. يبقى ما فيش ازيد من كده بهارات. يبقى بهارات الكبده والثوم البودر والبصل البودر والكمون والكزبره الناشفه والفلفل الاسود والثوم. خلاص هحطهم كده كلهم على بعض، واحط عصير الليمون واقلب كده مع بعض. مش هحط خل، لا مش هحط خل عشان الخل بيهري الكبده، والكبده ما بتبقاش مستحمله، بتبقى رقيقه جدا فما بتستحملش. حتى لو الجزار مقطعها لك سميكه برضو ما بتستحملش. هقلبها كده في التتبيله اللي انا عملتها، وهسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. واروح بقى نعمل الغلاف الخارجي اللي هو عبارة عن ردة ناعمة ودقيق. الاتنين قد بعض، يعني كوباية من ده وكوباية من ده، وممكن تزودي الردة شوية، يعني لو كوباية ردة كوباية الا ربع من الدقيق، واقلبهم كده مع بعض. وبحط شرايح الكبدة. طبعا بخلي طبق كده جنبي علشان خاطر بعد ما اغلفها بالردة والدقيق اطلع وارص في قلب طبق او صينية، علشان خاطر تبقى الكمية كلها جاهزة قدامي. خلاص ابدرها كده كويس قوي من كل ناحية، ما خليش ناحية ما فيهاش من الكبدة، من الردة قصدي. خلاص واعملها كده كويس. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم، وبتتابعوني من انهي بلد، وبتعملوا الكبده بالطريقه ديت ولا لا، وجربتوها قبل كده ولا لا. في ناس بتخاف تعملها بس طبعا احنا ان شاء الله يعني احنا اقوى من اي حاجه، فبنعمل كل حاجه كده في البيت بطريقه مضمونه ونظيفه، وعارفين احنا جايبينها ازاي وبنعملها ازاي. طبعا معايا زيت هنا، حطيت كده في حله حبة زيت عشان خاطر تبقى ما احطش زيت كتير قوي يعني في الطاسه، فحطيتها في الحله عشان تبقى مغطياه. ما بتاخدش دقيقه يا بنات على الوش ده والوش ده، بتاخد دقيقه. وبطلعها بسرعه عشان خاطر ما تنشفش، وبتبقى على نار وسط، ولا هي عاليه ولا هي واطيه. وبطلعه واحط في المصفى كده، حاطه مصفى وحاطه تحتيها طبق علشان خاطر تنزل اي زيت زياده فيها. بطلع كده واحط على طول، ما بتاخدش وقت، طريقه سهله وبسيطه وكانت طعمها حلو قوي قوي. اوعوا يا بنات تحطوا ملح، انا عارفه ان انا ما حطيتش ملح، اوعوا تحطوا ملح عشان البهارات بتاعه الكبده فيها ملح. هي كانت كده كانت مظبوطه قوي قوي. المعلقه ونص بهارات الكبده على النص كيلو كبده كانت مظبوطه قوي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.